السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الجزء الثالث من سلسلة الحلقات عن نادي الزمالك اللي هو أساسا مشاكله كتير، اللي هو أساسا ما بتخلصش منه المشاكل والأحداث. بقى يوم الخميس تم إطلاق مبادرة من أحمد مرتضى منصور، يلا نلم الشمل لم الشمل هوب. الناس نامت السبت هوب تقديم استقالة. الحد الساعة 9:30 بالليل استقالة في الشباب والرياضة. الحد قال لك هيطلع بيان ونشوف القصة دي كلها. طيب ايه موضوع زيزو وموضوع فتوح واللعيبة وأوسوريو؟ الخبر الكويس اللي معايا، وان عجبك الفيديو اشترك واسمع الفيديو للنهاية ودعم القناة واعمل شير واشتراك للقناة، ان أوسوريو مكمل في نادي الزمالك. وبصراحة اللي ليه مجهود كبير وجبار في هذه الجزئية هو كابتن أحمد حسام ميدو، اللي أنا واحد من الناس أتمنى إن هو إن شاء الله هيكون رئيس نادي الزمالك. وهو قال قبل كده من حوالي 5 6 سنين إن أنا هترشح بس في فترة معينة. كابتن أحمد حسام ميدو أوسوريو مستمر. الراجل سافر، خد مرتب شهرين، المساعد بتاعه خد مرتب شهر، وقال لهم يا جماعة أنا مفيش مشكلة هكمل وحبني. وقعدوا معاه في موضوع الصفقات والقصة والرواية، وأنا عايز مدافع برجل الشمال وعايز مهاجم وعايز حد رقم 8 ومش عارف ايه. فقالوا له مش هنقدر غير في يناير. فالراجل اقتنع وقال لهم خلاص القماشة اللي معايا هنمشي بقى الموضوع. تمام. نادي الزمالك احمد سيد زيزو جاله العرض، واول ما جه العرض الدنيا اتقلبت، ومجلس اداره النادي والجمهور وكل الوسط الرياضي بقى محتار. هل الزمالك يفرط في احمد سيد زيزو ويفك ازمته ويبني ويبني ويبني، ولا هل الزمالك لو فرط في احمد يبقي على احمد سيد زيزو؟ لانه لو فرط فيه بيفرط في عنصر اساسي وركيزه في نادي الزمالك، والفريق كده هيتفركش. قعدوا مع احمد سيد زيزو، وطبعا والده يا جماعه يعني الدوري السعودي اكيد الناس كلها عارفه ان هو بقى في حته تانية. والده والدنيا سيبه يبني ودي فرصه ومش عارف ايه، بس هو طلع بيان حازم عفوا ان احنا مش هنفرط في زيزو. طيب مش هنفرط في زيزو، تمام. طب ايه القصه؟ لغايه النهارده بعد تقديم الاستقاله وبعد زيزو باقي، واخد وعود من رجال الاعمال ان ليه تقريبا 10 مليون جنيه هيدفعهم مستحقات متاخره او هياخد جزء منها. طب احمد فتوح، وعلى فكره زيزو وصل نادي الزمالك من الشباب السعودي رغبه بس فقط. يعني الكلام ده كلام العضو احمد دعبس، استاذ احمد دعبس ليه كل التقدير والاحترام تحت السن يعني، وشخصيه راقيه ومحترمه جدا. المهم هو كانت رغبه من الشباب السعودي، وبعد كده احنا سمعنا ان خلاص الشباب السعودي بدأ يصرف نظر. ولكن في فريق اللي هو راح له محمد شريف لاعب النادي الاهلي الخليجي السعودي، لا عنده استعداد يقدم عرض جدي جدا، والمبلغ هيكون حوالي 5 6 مليون برضه. طب احمد فتوح، المجلس اللي رحل او اللي قدم استقالته امبارح قال لك انا كنت في الرتوش الاخيره وصلت 70 80% مع احمد فتوح. وكابتن طارق السيد قال لك لا الموضوع كان قريب والخلافات في الفلوس كانت حاجه بسيطه جدا،
وكان الموضوع هيتحل، وكانوا هيجمعوا 8 مليون يدوا لاحمد فتوح ويجدد 3 سنين. طب النهارده ايه اللي هيحصل؟ والله يا جماعه اللعيبه المعاره زي محمد شبانه اللي سموحه والجماعه دول ما هم عارفين ايه اللي هيحصل. خلينا نشوف. دي كانت قصه فتوح. هل فتوح هيرحل؟ انا بقول لك احمد سيد زيزو واحمد فتوح هيمشوا من نادي الزمالك، هيمشوا من نادي الزمالك، لان المفروض ان اللجنه اللي جايه كانت ثلاثيه او لجنه مشتركه او كده، يكون هدفها التجديد لفتوح ومحمد صبحي وقصه زيزو. هل هيقدروا؟ وهل الناس اللي هتيجي معاها حلول؟ وهل هيكون في تحرك ودعم قوي؟ في الحقيقة مش عارفين. بس انا بقول النهاردة اهو، النهاردة بقول ان احمد سيد زيزو خارج الزمالك في الدوري السعودي واحمد فتوح في الدوري السعودي ايضا. وخلينا نشوف. واحنا الكيان بتاع الزمالك هو المطلوب. الاستقرار عنصر النجاح. لما يكون عندك ابن عايز يذاكر لازم تهيأ له جو هدوء، ما تودوش في فرح وتقول له ذاكر. نادي الزمالك النهارده في فرح، بس فرح كوارث للاسف الشديد. يعني في فرح من الازمات، في فرح من الازمات. هل كل الناس هتمد ايديها وتساعد؟ مش عارف. هل هيكون كلام بسطات وكلام مداخلات واحنا هنحل لو مشوا واحنا مشوا؟ والغريب تطلع تلاقي ناس يعني سايبه لك القصه دي كلها ويقول لك والله صفقات نادي الزمالك، والله حل القضاء. يا عمي استقر جوه. ومن ضمن الكوارث على فكره ان اللجنه دي جايه وعارفه هتشتغل شهرين لغايه 31/10. وهل المستشار مرتضى منصور هينزل انتخابات ويترشح ويعمل قائمته ويترشح الراجل؟ انا اعتقد طيب هل في مخالفات؟ وهل ما حدش عارف حاجه. نادي الزمالك مليء بالكوارث. نادي الزمالك مليء بالكوارث. وخلينا نشوف الحكايه هتخلص عليه. والله المستعان في كل الاحوال. والسلام قبل الختام.